نتحدث الآن عن موضوع آخر. ميدو، ماذا حدث لشباب قسنطينة في مباراة أمس أمام نهضة بركان نصف نهائي كأس الكونفدرالية؟ كل الجزائر كانت خلف السنافير، الجزائر كانت كلها سنافير، ولكن السنافير لم يكونوا على أرضية الميدان. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. اليوم عدنا إليكم برد قوي بعد مباراة نارية بين شباب القسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي. والنتيجة: بركان أنهى المهمة برباعية تاريخية، لكن بعض الإعلاميين الجزائريين لم يعجبهم الأمر. فيديو جديد ستشاهدون فيه رد فعل إحدى القنوات الجزائرية بعد الهزيمة التي تلقاها شباب قسنطينة أمام نهضة بركان. والمثير في الأمر أن الإعلاميين لم يحاولوا تبرير الخسارة، بل اعترفوا بقوة الفريق المغربي، وقالوا إن شباب قسنطينة لم يقدم المستوى الذي كان منتظرا منه. نتحدث الآن عن موضوع آخر. ميدو، ماذا حدث لشباب قسنطينة في مباراة أمس أمام نهضة بركان نصف نهائي كأس الكونفدرالية؟ كل الجزائر كانت خلف السنافير، الجزائر كانت كلها سنافير، ولكن السنافير لم يكونوا على أرضية الميدان. والله صراحة أنا كنت تحت 3-0 ومن بعد بدلت، ما قدرتش 4-0 نتيجة. بعدها ما مشاو موقع كانت باينة. شوف، أولا نصف نهائي كأس إفريقيا، الفريق كان حضر مليح ووضع في أفضل ظروف. سيدي موسى مشاو للمغرب نورمال، بريباراو الماتش تاعهم نورمال. لونطام دو ماتش أنا بالنسبة لي السياسي يلعب 14 ثانية في هذه المباراة. 14 ثانية الأولى وبعدين 14 ثانية قبل الهدف، لأنه بعد الهدف سي بون تحس مونطالمون ما قدروش. شوف مباراة الشيخ هنا يعرف خير من هذه الأمور. مباراة تدخل تركز زيتو مسح لو مومون اللي تخرج من الماتش مستحيل تعاود تولي الماتش، باسكو ماشي قفله تعبس تخرج تعبس تعاود تدخل. نو، خرجوا من المباراة مباشرة بعد تلقي الهدف الأول. كاين فترة راحة، كاين حاجة اسمها الشوط الثاني، كاين حاجة اسمها شوط المدربين. يزيدوا 0 بريمير ميطون 7 مينوت فرابا هبط عليه البوطو. شوف سيتي ان ماتش اون سول سونس. ميدو، علاش قلت لي ماشي راح تضغط على الزر تخرج من المباراة، تضغط على الزر تدخل؟ هذه اوكي، لكن خلاص انهيت الشوط الاول 2-0 كانت النتيجة، كانت عندك فترة راحة ربع ساعة، كنت قادر تعمل تغييرات، كنت قادر تعاود تحفز اللاعبين. كم من فريق كان خاسر في الشوط الأول وعاد في الشوط الثاني. في الشوط الثاني تواصلت نفس الأخطاء وربما بدرجة أكبر. سيرمون ماضوي يهضر مع اللاعبين وموتيفاهم، مي سا سباس هنا هادو جوست بور لابليكاسيون، لانه نفس الاخطاء تكررت. انت تلقى هدف في دقيقه 14 ثانيه، تعاود تدخل دوزيام ميطون جوست 5 مينوت ابري الديبي تاع دوزيام ميطون، خلينا نسمع سي بون تي كوي. شيخ، ماذا حدث في مباراه امس، ولماذا لم يستطع ماضوي ان يعدل الاوتار بين الشوطين؟ شوف، كي تلحق النصف نهائي تاع كاس افريقيا هنا لازم الناحيه المعنويه تكون واجد من كل التركيز، يكون 100%. هذوما لازم يكون. وثاني كاينه حاجه محمد، ما تخفالكش باللي هاد نهضه بركان عندهم تجربه كبيره في هذا في النصف النهائي، يعني يعرفوا يسيروا المقابله، يعرفوا ينحوا ذاك الضغط عليهم. هذا امر مهم ومهم في النصف النهائي. فيما يخص المقابله، اصعب سيناريو لاي فريق ولا اي مدرب هو كي يدخل ويسجلوا عليك، خاصه في الدقائق الاولى. يعني هنا راح يرتبك اللاعب ديالك. يعني نظن بلي الشباب قسنطينة ما دخلوش مليح في المقابله، ومن بعد ما قدروش يخرجوا من هذيك فتره الفراغ هذيك من الناحيه الذهنيه. في الشوط الثاني حاولوا يولوا، لكن تحس بلي نهضة بركان عندهم تجربه كبيره في هذه المرحله، وين عرفوا يسيروا المقابله، طلعوا الريتم وقت ما حبوا، هبطوا الريتم وقت ما حبوا، سجلوا لي مومون وين كانت القوه ديالهم، الاوقات تاع القوه ديالهم سجلوا فيها الاهداف. شباب قسنطينة وين كانوا سيطروا ضيعوا بعض الفرص، بصح لي مومون فور تاعهم ثاني شباب قسنطينة ما قدروش يبروفيتيو. خاصه علاش؟ لان من الناحيه الذهنيه ديالهم كانوا خلاص شغل دو بي تاع لا بريمير ميطون، شغل خلاص ما قدروش يخرجوا من هذاك النافق. كانوا على الاقل يحافظوا على نتيجه 2-0. يا محمد، هذا المدرب دوك يعطي تعليمات، يعني دوك اللاعب هو اللي يطبقها لتما. دوك انا نقول لك بلي هنا رد بالك راهم يجوزوا بهذا الكوتي، بالك هنايا راهو النوبل دو جوار ديالهم او يجيك في دارك. بصح انت الا كان خرجتي من المقابله او صعيب عليا باش نرجعك، ما نعطيك تعليمات. الا كان ما تكونش مركز معايا، انا نقدر نهضر معاك دوك، راني نتكلم معاك تسمع فيا، بصح ماكش مركز معايا. هكذا اللعب على ارضيه الميدان، نقدر نقوم بتغييرات. الشيخ، في اهم مباراه مرة لا يمكن تجرعها بسهوله بالنسبه لانصار شباب قسنطينة
قسنطينة، وأيضا كل أنصار الأندية الجزائرية التي وقفت مع شباب قسنطينة أمس، وحتى الأنصار الذين تنقلوا إلى مدينة بركان لمساندة الفريق عن قرب. يعني شباب قسنطينة خيب الظن. تصريحات ماضوي استمعت إليها في نهاية المباراة، أعطانا بعض التبريرات، ولكن أنا شخصيا لم تقنعني. وراح نتكلم لك على تصريحات خير الدين الماضوي، لانه لخص بين قوسين واش حدث. قال لك كانت عن طريق اخطاء فرديه. لما تكون اخطاء فرديه في هذا المستوى نظن امباردونابل، يعني صراحه المستوى العالي ما تقدرش تدير هذه الاخطاء، لان امس لعبت مع فريق نهضه بركان مدوا له حقه. في اخر 6 نسخ لعب 4 نهائيات، فاز بلقبين وفاز بالسوبر الافريقي. نظن هذا الفريق اكتسب بالخبره، وفي نفس الوقت اول نصف نهائي في تاريخ النادي الرياضي القسنطيني. ممكن احمد زاويه اخرى في التحليل لما نتكلموا على، نظن بلا موتيفاسيون كانت اكثر من واش لازم امس. يعني حتى اللاعبين تصرى ممكن في كره القدم وين تكون سور موتيفي او بوين 14 سكوند يعني تلقى هدف تخرج عن اللقاء. هذا واش كان يقول ممكن ميدو، لان الاخطاء اللي كانت امس، تخيل انا شفت لي ستاتيستيك ما عدا لقطتين تاع بالحسيني، 0 تير كادري للنادي الرياضي القسنطيني طيلت اللقاء، و14 نقطه من نهضه بركان. نظن امس وقال هذه الكلمه ايضا في الندوه الصحفيه، بين قوسين كلمه شويه عندها يعني كما نقولوا قيمه كبيره لما تسمعها عند المدرب المنافس، لما قال خير الدين الماضوي امس الفوارق كانت كبيره. نظن امس الفوارق كانت كبيره الى درجه ان لما طرحوا له السؤال هل ممكن تعود في لقاء العوده، قال لك نعرف فريقي ونعرف امكانياتي، لهذا نقول انها صعب رغم انها تبقى كره قدم. امين، هل كنت تتوقع النتيجه وهل يمكن العوده في العوده؟ شوف، ولا واحد كان يتوقع هذه النتيجه. الجميل في الامر بما اننا تحدثنا على العنف في الملاعب، شفت انا بارح واحد الامور اللي ما شاء الله عجبوني في التوقيت اللي كانوا يلعبوا شباب قسنطينه. جاء من التوقيت مع صلاه المغرب ولا ماني شافي مليح، جست انا على صلاه العشاء مقاهي بزاف في الطريق نحو المسجد، لقيت شوف ونعرفهم ناس كامل نعرفهم، انصار اتحاد العاصمه، انصار مولوديه الجزائر، انصار شباب الوزداد، انصار شبيبه القبائل، انصار كل الفرق تتفرج ومتحسره جدا على خساره نادي شباب قسنطينه. هذوما المظاهر اللي لازم نبنوا عليهم. رانا ابناء شعب واحد، ماذا بينا كي تلعب قسنطينه نشجعوا قسنطينه، تلعب الاتحاد نشجعوا الاتحاد. فريق نهضة بركان لم يفز بالحظ بل بتفوق واضح في الأداء والانضباط والخبرة، والاعتراف بقوة الخصم يعد خطوة مهمة نحو التطور، سواء من طرف الإعلام أو من داخل الفريق الجزائري نفسه. لكن ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن شباب قسنطين كان بإمكانه تقديم أداء أفضل؟ وهل ترون أن نهضة بركان ذات من أقوى الأندية في القارة الإفريقية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، ونراكم قريبا